ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. هنعمل ايه مع بعض النهاردة؟ هنعمل هريسة الشطة. هريسة الشطة مش دبس الفلفل، في فرق عايزة اعرفه لكم. لو انا هعمل دبس الفلفل بيبقى على النار، بحط له كزبرة وكمون وملح وزيت. انا هعمل هريسة الشطة وبحطها في التلاجة مش في الفريزر، ومش هعملها على النار. بتحتاجيها في بدنجان مخلل، في اسماك، في محشي، في اللي انت عاوزاه. انا هعمل معاكم هريسه الشطه بطريقه حلوه قوي قوي، ومكونين اتنين بس اللي هنحطهم في برطمان ازاز، برطمان بلاستيك، وفي التلاجة. نشوف مع بعض. انا جايبه الفلفل وغسلاه ومنشفاه. طبعا لازم عشان انضفه اشيل اي حاجه مش نظيفه، اشيلها واستبعدها. هبدا انضف الفلفل واوريكم بقطعه ازاي. جايبه كمان قرنين فلفل احمر عادي بلدي بتاع ربع كيلو كده. وهنشوف هنعمل هريسه الشطه ازاي. طبعا محضره جواندي عشان المره اللي فاتت عملت الهريسه اللي انا عملتها على النار يعتبر دبس، ايديا ولعت لاني ما لبستش جواندي. انا هلبس الجواندي او الجلافز. بسم الله. اهو كده عشان ايديا ما تتحرقش. بسم الله الرحمن الرحيم. محضره الكبه، محضره البرطمان ومعقماه، غسلاه كويس وعاملاه بميه سخنه على البوتاجاز. هشطف ايدي بالجواندي عشان برضو لو كان في تراب او حاجه، انا جايباه من الصيدليه، بس عمري ما يسلمش، لازم اغسل ايدي بيه. تمام، وارجع لكم. هجيب الفلفل، بالنسبه للفلفل الحامي، واشيل الراس كده. تقدري لو في اي الحته دي مش عجباني لتحت بشيلها كده وافتح كده. عايزه تشيلي القشور دي شيليها اهو، بس هي ما بتاثرش، بالعكس بتدي طعم اهو. نعمل واحده كمان، استبعد اي حاجه مش نضيفه فيها. لا ده سليم اهو يا جماعه. اهو. بالنسبه للفلفل الرومي بشيل كده، بقور كده اهو، لان هو البذر بتاعه اكتر. انا شلت كده وافتح كده اهو، ده البارد، واشيل كل البذور اللي فيه اهو، وافتش فيها اشوفها فيها حاجه مش نظيفه، فيها حاجه سودة اهو. هجيب طبق طبعا واحط فيه كل، لان هياخد وقت. بصوا بفتش ازاي. اي حاجه مش نظيفه بشيلها منها. انا هشيل الحته دي كده اهو، ودي كده اهو مش عاجباني. انا هقطع كله ونرجع عشان ايه ما ازودش عليكم، ما اطولش عليكم الفيديو. قطعت الفلفل ونضفته، محضره الكبه اهو. بفرم الفلفل ازاي؟ ما بضغطش ضغطه واحده، يعني كده ضغطه واوقف، ضغطه واوقف، علشان الفلفل ما يسرطش ميه. كمان ما نحطلهوش ملح، ما نحطش للفلفل الهريسه اللي هي بتاعت المخللات وانا بفرمها ما احطلهاش ملح، افرمها من غير ملح. افرم الهريسه من غير ملح. طبعا انا هبدا افرم اهو، محضره الفلفل اهو. في ناس بتحب تفرم معاه توم، لكن انا مش عايزه افرم معاه توم. فرضا انا عامله حاجه من غير توم، احط التوم لوحده فريش لوحده، احط الكزبره براحتها. يعني انا عامله حاجه اخلل منها بدون ما احط توابل ولا كزبره ولا اي حاجه اهو. ابدا افرم. هسمعك بفرم ازاي. مش على طول،
عايزه كمان تفرمي اكتر، نفرم كمان ضغطه. مش قادره. مش قادره، الريحه مش قادره اقول لكم، مش مستحملاها. حلو قوي. خلاص هبدا افرمه كله وارجع لكم. اهو انا فرمت كله. عايزه اوريكم بالمعلقه مفيش ولا نقطه ميه. ليه؟ علشان انا ما حطيتش ملح. اهو مفيش ميه خالص. لو فرمتيه بملح يبقى شوربه فلفل. هعمل ايه بقى؟ احط له ماده حافظه. لازم ماده حافظه. نجيب وادوقه كمان عشان ادوق الملح. ادي 1 2 3 4 5، لان الملح اللي هيخليني احطه في التلاجة. عايزه تحطي معلقه ملح ليمون حطي، ما يجراش حاجه. اهو بعد ما اقلبه هدوق كده. لو محدق تمام مش هيجرى له اي حاجه، حطيه في التلاجة في برطمانات عاديه. جميل جدا يا جماعه، بتحتاجيه في حاجات كتير قوي. لكن لو هتعمليه على النار وتعمليه دبس فلفل هتحطي له توابل وتسويه على النار لغايه ما ينشف من الميه خالص. انا عايزه بقى ادوق الحدق كده. بسم الله. حادق حلو قوي بس نار. بس كده. هعمل ايه؟ هجيب برطمان ازاز انا غسلاه واوريكم هعمل ازاي. البرطمان ده متعقم مغسول كويس. هبدا اعمل ايه؟ احط كده من تحت شويه زيت كده اهو، وابدا اعبي الفلفل الهريسه. بسم الله. شوفي بقى بدا عشان يتحط له ملح يسرد ميه. ده يتحط في التلاجة عادي، لو حطيتيه في الفريزر بيفرول عشان مش معمول دبس. اهو اعمل ايه كمان؟ احط شويه زيت من فوق الوش واقفل على اهو كده اهو يا جماعه. اغطيه واجيب البرطمان التاني راجعه لكم. انا كده عملت الهريسه اهو وحطيت زيت فوق الوش هنا. ممكن احط شويه كمان عشان انا حطيت الزيت تقريبا نزل مش هيخسر. عملت معاكم الهريسه الشطه اهو. احطها في التلاجة عادي، ممكن تعمليها اكياس علبه اهو. برطمان ازاز برطمان بلاستيك مش يعني يحصل اي حاجه اهو يا جماعه. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. حلوه جدا هتنفعك في حاجات كتير. ما تنسونيش اللايك والشير والسبسكرايب. دمتم بخير والقاكم في فيديو جديد.